يتمكن مثلا ريال مدريد من تعديل نتيجة المباراة. أولا كاكا على تنفيذ الضربة الركنية لمصلحة الريال. لعبة الضربة الركنية أقرب لا أمام المرمى، الضربة كانت الحظ. جول التعادل لريال مدريد. ريال مدريد بعد الضربة اللي حدثت الآن أمام برشلونة، كريم بنزيما في الكلاسيكو السادس يسجل هدفه الشخصي الأول في الكلاسيكو. ضربة كانت من الضربة الركنية، وبالتالي كريم بنزيما كريم الآن لأن يحرز هدف التعادل. لاحظ الضربة الكرة في الأخير لعبت بهذا الشكل. شوف الضربة الركنية كاكا بهذا الشكل لعبت واصطدت في شافي، وفي الأخير وصلت إلى كريم بنزيما، وبنزيما يحرز هدف التعادل لمصلحة ريال مدريد. مثلما كانت في مدريد أصبحت الآن في برشلونة هدفين لهدفين. فابريغاس إذن هو اللاعب القادم المحبب القادم في الدقائق الثمان القادمة. يظهر للمرة الأولى في ملعب الكامبانو في الدقائق الثمان، ربما أكثر، لأن هدفين لهدفين قد تصل المباراة إلى وقت إضافي إلى ضربات ترجيح بكرة دانيال ألفيش تحولت، ومرة أخرى لعبت تعود الإثارة الآن إلى المباراة، لأن المباراة هدأت يعني في أوقات كثيرة من الشوط الثاني. الآن بعد أن سجل ريال مدريد أصبح الحافز الأكبر الحاضر عند مورينيو وعند الريال وعند برشلونة هدف خطافي الآن. والله في الدقائق الأخيرة من المباراة قد يعطي كأس السوبر الأسباني رقم 28 لأي من الفريقين. لاحظ الكرة السابقة، كرة ريكاردو كارفايو أصيب على أثرها، يعني ما حد ضايقه على الإطلاق ريكاردو كارفايو، لكن بذل مجهود كبير لأن شوف هو الآن سقط على أرضية الملعب. الكرة اصطدت ووصلت بالتالي إلى ضربة ركنية لمصلحة برشلونة.